سنلقي نظرة مقتضبة على استراتيجية الاستعمار التي تم اعتمادها لهزيمة المقاومة في المنطقة المغاربية، وكيف يمكن أن تكون مرتبطة بالأحداث الجارية في فلسطين. في القرن الماضي استخدمت قوى الاستعمار المتمثلة في فرنسا، إسبانيا وإيطاليا نفس الاستراتيجية التي أنهت مصير المقاومة المسلحة بالمنطقة، بين من سلم نفسه ومن استشهد على أرض المعركة بمساعدة أبناء بلده. استهداف المدنيين. كان استهداف المدنيين واحدا من أبرز الأساليب التي استخدمتها القوى الاستعمارية لكسر إرادة المقاومة. تتضمن قصف المناطق السكنية وحظر الإمدادات الضرورية مثل المياه والغذاء، واعتقال السكان المدنيين بتهم ملفقة. وقد تم هذا في كل بقاع الأراضي المغاربية دون استثناء، حيث شهدت المنطقة على غرار باقي البلاد الإسلامية المستعمرة جرائم حرب ارتقت لإبادات جماعية في بعض المناطق. بعد استهداف المدنيين يأتي دور الإعلام السلبي لتشويه صورة المقاومة وتصويرها بأنها عنيفة أو إرهابية، وهي السبب الأساسي في الدمار الذي يحصل. وكانت كل رموز المقاومة التي يفتخر بها المغاربيون حاليا متهمة سابقا بالإرهاب والتخريب. الآن نرى أن نفس الأساليب تستخدم في فلسطين، حيث يتم اعتماد استراتيجية الاعتداء على المدنيين بأبشع الطرق في محاولة لكسر إرادتهم وإجبار المقاومة المنبثقة من المجتمع على الاستسلام. ومع ذلك يتجلى الآن إصرار المقاومة الفلسطينية ومستوى الوعي لدى الشعب الفلسطيني بشكل مختلف تماما عن القرون الماضية، مما يظهر قدرة على التكيف مع التحديات الحديثة.